باكستاني جزاه الله خير اللي درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اللي هو الشيخ إحسان إلهي ظاهر، وكشفهم كشف لم يكشفوا مثله بعده أبدا. واش لقاو؟ راحوا ليه يساوموا بالفلوس. هو دار محاضرة وكلمنا فيها، قالوا له شوف نعطوك كذا من $1,000,000 حبس كلامك ما تجيش تهضر وجيب كتبك هذيك حرقها ونتهناو، انت لا تهضر ولا نحن نهضر. الولد ذكي بلا $1,000,000 بلا شيء، نجيب كتوبي نعرمهم منا وجيبوا كتوبكم عرموها منا، انا نحرق كتوبي وانتم حرقوا كتوبكم. كتوبكم الاصول تاع بكري اللي راكم تنقلوا منها الكفر، انا نحرق وانتم ما حرقوا ونتسالكوا. قالوا له لا، هذه كتب انت كتبتها بيدك، وهذه كتب احنا كتب اصول كتبوها جدودنا. قال مما لا كتبوها جدودكم وهي اصول، فهذه كذلك كتب كتبتها بيدي ردا على اصولكم. السلام. انا ثاني هذه كتب انا ما جبتهاش كتبت عليها، انا راني نقرا كتبكم ونرد عليكم، ولا عندكم حاجه صحيحه ردوا عليا. داروا له مؤتمر وكذا، كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا، ترابيزه كيما هذه جابوا له مزهريه في الوسط كما تقولوا انتم فاز تاع النوار، وعمروه بالنوار مشموم، وداروا له الماء ولا ما دارولوش، وداروا قنبله كبيره بداخل وحطوها في الوسط عنده وين يهدر هو، وهي مؤقته. اقتوها عليه طردت عليه، دخلت له حوالي 70 شظيه في لحمه مسكين. نقله الملك نفسه السعودي، نقله بطائرته الخاصه من 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 باكستان، من بيشاور حتى للرياض، وادخله مستشفى القوات المسلحه الملكيه، فتوفي ودفن رحمه الله. ان شاء الله يكون شهيد باذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين، لا تزيد على 3 سنوات، ودفن بالمدينه لان الوصيه تاعه كانت يدفن في المدينه. وجاء معه باباه وجاء معه الاخوان من باكستان على نفقه السعوديه، وكانت يعني مأتم كبير. شفت كيف هذا الانسان لما ما قدرولوش، لانهما الشيعة معروفين. الا تعرف الالويه الحمراء تاع الطاليان هما الشيعة، يهضروا معاك مره ويتحاوروا معاك الثالثه ولا الرابعه يقتلوك، وكم قتلوا من واحد. لذلك يا اخواني عقائدهم من افسد العقائد. لذلك